عايزة تاكلي شوية ليمون معصفر مع شوية عدس؟ تعالى أقولك، دايما بتعمليه وبينهري منك. لا، الفيديو دوت ليكي. تابعي كل خطواته وكل تركاته، بجد هتعملي معايا أحلى ليمون معصفر، ومن جماله مش هتبطلي تعمليه في البيت. تعالوا بقى نشوف عملناه مع بعض ازاي. يلا بينا. أول حاجة مع بعض هنجهز حلة نصها مية ونسيبها على النار تغلي بالشكل ده. وهنا أكون غسل الليمون غسلة حلوة جدا جدا. ليه؟ لأن مية الليمون دي اللي أنا سلقت فيها هي دي اللي هخلل بيها الليمون، تخيل لونه أصفر وجميل جدا وطعمه فيه لذاذة كده. تمام. طبعا هنا أنا شفت ناس كتير بيشققوا الليمون، أنا ما شققتوش. أنا اديت له صدمة بالمية اللي بتغلي حوالي 3 دقايق بس، وبعد 3 دقايق أطفي عليه وأسيبه. خلاص كده معايا. وبعد 3 دقايق هصفيه من المية دي وأوريكم شكله العبوس اللي فيه. وادي شكله، خدته شقته شقه كده من الجنب بالمنظر ده، على شقته طول وعرض مفيش اي مشكله. تمام. طبعا الميه احنا ما استغناش عنها، الميه هنسقي بيها الليمون. تعالي نشوف بقى الحشوه بتاعتنا برضو، دي تركيه مهمه قوي. هنجيب فلفل الوان احمر هنفرمه ونصفيه، ممكن يكون حامي لو انت عايزاه حامي، وعصفر وحبه البركه. وكمان معايا مج ونص ملح، وهنا معايا فلفل حار هحطه في مع الليمون. بصوا عايز لكم حاجه، الليمون ده اخر شويه ليمون عندي في البرطمان، عاملاه من 3 اشهر. برطمان كان فيه حوالي 7 كيلو. تمام كده، ده اخر حبه. عايزك بس ان اول ليمونه زي اخر ليمونه، ما انهرش مني ابدا، بس ما طريقتي هيعجبكم جدا. هنجيب طبعا بوله نحط فيها الفلفل اللي فرمناه وصفينه، وكمان معايا عصفر وحبه البركه، ممكن تستغني عنها لو مش بتحبيها في الليمون بتاعك. واحط حوالي نص او مج الا ربع ملح، احط من كل مقداري مج ونص ملح. خدت نصهم على الحشوه ونصهم اخلل بيهم. وده الليمون بتاعنا احنا شقيناه شقه من ايه، من الجنب. نبدا بقى نحشيه من جوه. قلت لكم في ناس بيحبوا يشققوا كده ويحطوه في برطمان من غير ما يحشوا، ويحطوا الحشوه دي مع الميه. بس انا بحب اللي يجي ياكل حته ليمونه كده يلاقيها مليانه حشوه زي ما شفتوها معايا الحبه اللي كانوا موجودين اخر البرطمان. وكده حشينا كل الكميه. تعالوا نعبي بقى البرطمان بتاعنا. هجيب بقى برطمان كان قديم كان جديد ايا كان مش هيفرق. تمام كده. هنزل عليه بالفلفل. هنا بقى الفلفل لو انت شقتيه من الجنب هيخلي الليمون حامي جدا. يفضل تشيلي بس الزعزوع اللي من تحت وتحطي القرن من غير ما تشقي، عشان ما يخليش الليمون حامي قوي. الا اذا بقى بتحبي انت الحاجه سبايسي يبقى افتحي له من الجنب وهيبقى الليمون معاكي حامي جدا. كده خلصنا كل الكميه بتاعتنا. بصوا بالشكل ده، طبقه فلفل وطبقه ليمون. دي بقى البوله اللي كان فيها الليمون اصلا وانا بعصره، يعني نزل منها عصاره ليمون. هنزل عليها بميه الفلفل الاحمر، وهنزل عليها بريت الميه اللي كانت مغليه فيها الليمون، طبعا هي بارده. واحط عليها كميه الملح واظبط ملحي كده، وابدا ازقي البرطمان بتاعنا. بصوا، يعني تركايه الميه نفسها بتاعه السلق هي اللي بتخلي الليمون حلو جدا وفيه مزازه ولونه اصفر كهرمان وبيبقى جميل جدا، ما يسودش معانا خالص خالص. والناس اللي بتخاف من حبة البركة مش حابة تحطها في الليمون متحطهاش، بس بتدي طعم حلو برضو. كده هعصر على الوش كام ليمونة منع بس ان هما يبص معايا. تمام. وابدأ اقفله واسيبه، بعد 7 ايام تاكل معايا احلى ليمون. شايفين شكله؟ بجد جامد جدا، يستاهل تجربة. وانا واثقة ان هي هيعجبكم وهتعملوه صيف شتاء، سهل جدا وبسيط خالص، مفيهوش اي افتكاسات. اتمنى بقى الفيديو لو عجبكم تدوسوا على لايك وتعملوا كومنت تشجيعي، وكمان تكتبوا في الكومنت طبعا من انهي بلد وايه رايكم في الليمون بتاع النهارده.